عربي إفريقي يبلغ هذا الدور من النهائيات، وهو الإنجاز التاريخي بل الإعجاز الكبير الذي سيرصع سجل تاريخ كرة القدم المغربية التي تعيش عصرها الذهبي في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المنتخب الوطني قادما من قطر يحط الرحال بأرض الوطن، أرض العراقة والأمجاد، أرض التاريخ والبطولات والإنجازات التاريخية العظيمة. استقبال الأبطال يخصص لأسود الأطلس تكريما وتقديرا وتنويها بما حققوه من إنجاز تاريخي ومكاسب كبرى خلال مشاركتهم المشرفة في مونديال قطر، وقدموا أفضل مشاركة في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية في هذا العرس الكروي العالمي. مشاركة مشرفة هي نتاج عمل دؤوب سطرته إرادة ملكية سامية، حيث ارتأى بعد نظر جلالة الملك محمد السادس نصره الله قبل أعوام خلت تبني سياسة ملاعب القرب كنواة لاحتضان مواهب الأحياء ومنحها فرص التأهيل والتكوين عن قرب، تكوين تستكمل لبناته داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي شارك من خريجيها 4 أبطال النخبة الوطنية التي خاضت غمار مونديال قطر 2022. يوسف نصيري، نايف أكرد، عز الدين أناحي وأحمد رضا التقناوتي، واللائحة مفتوحة لأسماء أخرى، فأكاديمية محمد السادس لكرة القدم بكل تأكيد خزان للمواهب تم بناؤها وتجهيزها بتعليمات ملكية سامية وفق المعايير الدولية. هي كما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المناظرة الدولية التي نظمتها بسخيرات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم سنة 2017، لن يتأتى بلوغها، يقول جلالة الملك في الرسالة الملكية، إلا بترسيخ الحكامة الجيدة للهياكل التسييرية وتحسين جودة التكوين وتطوير البنيات التحتية وتوفير متطلبات ولوج عالم الاحتراف وتعزيز آليات تسويق المنتوج الكروي الإفريقي وإيجاد التوازن بين تطوير كرة النخبة والكرة الجماهيرية. نقطف اليوم إحدى ثمار السياسة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله والرؤية الملكية السديدة للرياضة ببلادنا. فالإنجازات التاريخية لأسود الأطلس بمونديال قطر ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة عمل دؤوب واستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى وضع أسسها جلالة الملك حفظه الله لتطوير الرياضة وكرة القدم ببلادنا. على أنغام أنشودة الفرحة والبهجة تلج عناصر المنتخب الوطني أسود الأطلس القصر الملكي بالرباط من لحظة تاريخية بمونديال قطر إلى لحظة تاريخية مميزة عميقة الدلالات هنا بالقصر الملكي بالرباط، حيث تحظى النخبة الوطنية لكرة القدم باستقبال ملكي سامي. فالإنجاز الذي شهد عليه القاصي والداني مفخرة
مفخرة وطن وأمة وقارة. إنجاز تاريخي غير مسبوق حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في منافسات كأس العالم بقطر 2022 ببلوغه المربع الذهبي وحيازته المرتبة الرابعة للبطولة العالمية كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي الملحمي في تاريخ منافسات كأس العالم. عناصر الفريق الوطني وأمهاتهم بالقصر الملكي بالرباط في إشارة دالة غنية بالرموز الإنسانية النبيلة. مفخرة وطن وأمة وقارة، وإنجاز تاريخي ألهب مشاعر ملايين الجماهير الشغوفة عبر العالم. ودروس قدمتها النخبة الوطنية في قيم الوطنية وفخر الانتماء نسجها فريقنا الوطني لكرة القدم بقيادة مدربه الشاب وليد الركراكي ضمن رحلة المونديال بقطر، رحلة مليئة بالأمجاد والبطولات، من حلم إلى رغبة فطموح مشروع بأداء متميز فإرادة قوية تحققت معها مكاسب وإنجازات تاريخية يخطها المغرب ملكا وشعبا ونخبة وطنية بمداد من الفخر والاعتزاز للرياضة المغربية والعربية والإفريقية. لحظة للتاريخ لكتابة تاريخ أمجاد الأمة المغربية في حاضرها ومستقبلها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فاليوم نقطف إحدى ثمار السياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللرؤية الملكية المتبصرة للرياضة ببلادنا. فولادة لبنة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم كانت سنة 2010 لتساهم في انتقاء وتكوين ممارسين لرياضة كرة القدم من مستوى احترافي عالي، وتضاهي مراكز التكوين المهنية الأوروبية ذات الصيت العالمي. نعم سيدي أعزك الله، يحظى بشرف الاستقبال والتوشيح من طرف جلالتكم نصركم الله رئيس الجامعة ولاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المتألق في نهائية كأس العالم قطر 2022، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. وسام العرش درجة قائد. الناخب
الناخب الوطني السيد وليد الركراكي. الاستقبال الملكي لمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي الذي استطاع في زمن قياسي بضعة أشهر من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية. وسام العرش درجة قائد. بحرفية عالية وتنافسية قوية وغيرة وطنية صادقة وقيم إنسانية راقية، أدى الفريق الوطني منافسات بطولية. اللاعبون: السيد غانم سايس محترف بنادي بشكتاش التركي. وسام العرش درجة ضابط. تكريم ملكي لعميد الفريق الوطني غانم سايس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال التي جمعت الفريق السيد الوطني. ياسين بونو محترف بنادي FC سيفيل الإسباني. وسام العرش درجة ضابط. حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات. أرقام قياسية عديدة دخلت سجل مفاخر النخبة الوطنية. السيد أشرف حكيمي محترف بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أشرف وسام حكيمي العرش درجة ضابط. أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له 1000 حساب وجدار منيع انكسرت أمامه كرات الخصم تباعا، وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه الله نصره الله. السيد ناصر المزراوي محترف بنادي بايرن ميونخ الألماني. وسام العرش درجة ضابط. نصير مزراوي ذراع آخر من أذرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا على أرضية ملاعب قطر سيمفونية مجد كرة القدم المغربية. السيد سفيان أمرابط محترف بنادي فيورنتينا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وسط الميدان سفيان مرابط وواسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالاحترافية العالية والتنافسية القوية، كان حاضرا بقوة في المقابلات ال7 لأسود الأطلس. السيد نايف أجرد محترف من نادي وست هام الإنجليزي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. المدافع نايف أجرد هو ورفاقه من أجل الوطن هانت الإصابات وحشدت الهمم، فرفع العلم الوطني عاليا زياش تهون في سبيله محترف كل بنادي المحن. تشيلسي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. حكيم زياش ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية، المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. عز الدين ناحية الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. السيد عبد الرزاق حمد الله محترف بنادي اتحاد جدة السعودي. عبد الرزاق حمد الله إسهام في صنع لحظات مونديال 2022. السيد أنس زروري محترف بنادي برلي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. أنس زروري سواعد قوية واعدة لمنتخب قوي متماسك، حقق فوزا كان حلما صار حقيقة وشرع الباب نحو عطاءات هي اليوم أحلام محترف ومفخرة. بنادي سامبدوريا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط.
قصة نجاح كروية أخرى أضافت لسجلها صفحات مشرقة في مونديال قطر. السيد منير الكجوي محترف بنادي الوحدة السعودي. وسام العرج درجة الضابط. منير الكجوي شباك مرمى ملعب التمامة ستظل شاهدة على بلائه الحسن في مباراة